فريرة نهايتك قربت مع الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم يا جماعة في فيديو الصبح، لو بيراميدز لعبت رجالة النهاردة بيراميدز أعلى فنيا من الزمالك. اهي بيراميدز 120 دقيقة وبدون قائدها عبد الله السعيد، ولا هجمة للزمالك على أحمد الشناوي. 120 دقيقة فريق بيلعب 11 على فريق بيلعب 10، ولا هجمة خطير. وتقولوا لي بروفيسير؟ يا جماعة والله الحمد لله، أنا من قبل النتائج ما تتدور مع الزمالك قلت لكم أنا غير مقتنع بهذا المدرب لو جاب بطولات إيه كده. لان يا جماعه اولا اللي خططه كويسه، السي في بتاعه قلت لكم قبل كده، جبت لكم مره قلت لك ده راجل بادئ في اعلى انديه اوروبا، ناهب في الدوري المصري، مع احترامي للدوري المصري مقارنه بالدوري الاوروبي. فهو حتى السي في غير قوي. اولا تبديلات في الملعب قلت لكم وخطه عقيمه، خطه لا تنفعش غير مع فاركو. انا قلت لكم الخطه بتاعت فرقه دي والله تنفع مع فريق زي فاركو. عندهم مدافعين كتير حلو مميزين في الكور الثابته، مدافعين جيدين زي رامي صبري، زي ده ممكن عبد الله بكر تخطف جون وتقفل ملعبها، كان ينفع مع فريق زي فاركو. لكن ان نمسك فريق يا جماعه بننافس والمفروض انها فريق مدرسه الفن والهندسه، ففريرا مدرب والله ما هوش حتى كلمه مدرب كبيره عليه. اولا بقى من الحاجات يعني نقول ايه، المواهب بتاعت فريرا. بدايته بيبدا بنبيل عماد دونجا وعمرو السيسي. طب انت نادي ليه باتنين نص دفاع صرف على السن الباكات عندك طايرين؟ ده انت عندك حمزه المسوسي ما بيعملش اوفر طول المباراه، وعمر جابر تقريبا ما زادش ولا كوره النهارده. انا احمد فتحي اللي داخل على 40 سنه كان راكب عليه النهارده، وكان هيجيب جول للحكم الموهوب المصري زي بقيه حكامنا كلها، حسبها هاند في ضربه الجزاء. ده بديها تعرف فرصه وبعدين احسبها. لكن الحكام المصريين كالعاده لازم في كل ماتش يبقى لهم لقطه. اول حاجه حابب اتكلم فيها زي ما قلت لكم الصبح، ان بيراميدز لو لعبت رجاله هيكسبوا الزمالك وهيبقوا اعلى منهم في الملعب. تاني حاجه حابب اتكلم فيها يا جماعه، انا قلت لكم قبل كده الحمد لله على علي جبر ده. قلت لكم ايه؟ قلت لكم ده مش مدافع بيراميدز ولا مدافع الانديه الكبرى، غير مقتنع بيه تماما. والله يا جماعه اي ده راجل كورته قليله، هي الكوره يا مصارعه يا جماعه. لو الجسم الحلو يلعب في الانديه الكبيره، ده راجل الكوره دي يا جماعه متعه فن. بقول لكم كوندي النهارده عالميا مع برشلونه كان هو بيلعب مساك وملاعبين اراخو باك يمين، يعني مش بالصحه يا قلب المدافع. قلب المدافع ده عايز واحد كوير فاهم كوره وهادي. لكن علي جبر اول كره الواد خده في ظهره سيف الجزيري، عمل بلا فاول غبي انطرد فيه. فانا والله انا قلت بيراميدز هيلعب احسن بعد علي جبر ما ينطرد، لان شايف بره اسامه جلال اعلى من علي جبر واعلى من احمد سامي. بس مش عارف المدربين بيبقوا شايفين ايه غير اللي احنا المشاهدين شايفين. يعني ده اسامه جلال ده يقعد لعلي جبر واحمد سامي ازاي؟ انا مش عارف. هو نزل وكان من نجوم اللقاء. ولازم احيي يا جماعه الكابتن احمد فتحي ده فعلا حاجه من روائح الزمن الجميل، من روائح جيل ابو تريكه وبركات وعماد متعب وجيل الذهبي بتاع المنتخب. ده الراجل عنده 40 سنه وبقاله سنه ما بيلعبش كوره، ونازل النهارده تشوفه في المباراه والله ما شاء الله حاجه فعلا. جيل ابو تريكه ده لن يتعوض. انا بقول لكم حاجه، راجل عنده 40 سنه نازل الملعب. تعال شوفوا قصاد عمر جابر، شوفوا قارن بين ده وده. ما شاء الله شوف عنده 40 سنه وواكل الملعب رايح جات 120 دقيقه، وبقاله سنه ما بيلمسش الكوره. فبامانه احمد فتحي ده قلب الاسد، وتحيه ليه. يا ريت نفسي والله لو اداره الاهلي يعني تتنازل وتخلي واحد زي احمد فتحي لو تجيبه حتى اخر كام شهر وخليه يعتزل في نادي زي النادي الاهلي. لان ده راجل بجد. احمد فتحي ده شخصيه راجل وشخصيه نادي اهلي، وانا بامانه بحييه النهارده على اداؤه في الملعب. تغيير حاجه بقى التالتة حابب اتكلم فيه، تغييرات البروف اول حاجه غيرها النهارده، طلع لك فريق بيلعب 11 فريق بيلعب استاذ 10، طلع يوسف اسامه نبيه، نزل لك مصطفى شلبي. طب ايه الفكره من التغيير ده؟ يعني انت راجل بتلعب قدامك فريق ناقص وماسك عليك كوره، امتى هتعمل تغييرات هجوميه؟ امتى وانت الفريق قدامك 10؟ والتغيير التاني طلع في دقيقه 70 برضه نفس المباراه اللي فاتت، ما بيفتكرش يعمل تغيير هجومي بالنسبه له غير في الدقيقه 70 مره. نفس الماتش اللي فات برضه مره طلع عمرو السيسي ونزل شيكابالا. عمرو السيسي اللي كان تايه في الملعب خلص النهارده. والله وانا عذره يا جماعه، اللاعب بيلعب بطريقه هو مش فاهمها، والله تحس انه هو فاهمها في الملعب. ما تعرفش هو بيلعب ايه في الملعب. النهارده كان دور عمرو السيسي. هو انت راجل، انت عندك باكين ما بيطولوش يا عم فرير. يا جماعه ده يعني الكوره دي مش صعبه عشان نقول ان احنا بنعدي. ايوه نعدل على فرير عادي. الراجل بيلعب باتنين نص دفاع صرف. طب ما دول اللي بيلعب بخطه زي دي، مثلا عندك باكات طايره فانت هتخلي واحد يغطي على الباك اللي بيطير هنا والباك اللي بيطير هنا. انت عندك باكين ما بيطيروش اساسا، يمكن عمر جابر ولا حمزه المسلوس. انت بتلعب الاثنين دول بناء عليه بتلعب اتنين نص دفاع صرف. يعني حاجه عجيبه. يعني شوف فريق في العالم كله، أنا نفسي اشوف فريق في العالم بيعمل اللي البروفيسور بيعمله ده. يعني هم مثلا بيقلدوا. في ناس تقول لك يورجن كلوب ما بيلعب ب 4-3-3. سيبك ان الثلاثه هندرسون مثلا،
الثلاثه بان هم بيزيدوا، اذا كان هندرسون ذاته او اكتر واحد فيهم دفاعي بيزيد. سيبك من ده كله، ولا تياجو الكانتارا، مش هنقول لك انهم بيزيدوا، بس شوف دول عندهم باكين. اذا كان روبنسون في الباك الشمال طول المباراه، سام بيلعب في نص ملعب المهاجم، والتاني الباك اللي منا، الباك اليمين بتاع ليفربول، الله يسامحك يا فريرا، نسيتنا اسماء اللعيبه، ارنولد، الكسندر ارنولد. دول اتنين طايرين على طول يا جماعه طول المباراه، بغض انا بقول لك لو التلاته حتى ما بيزيدوش، حتى لو قلنا ما بيزيدوش بدنهم كلك بيزيدوا، اذا كان تياجو الكانتارا، اذا كان هندرسون، كل اللعيبه في ليفر بيزيدوا، الفريق كله بيروح والفريق كله بيرجع، طبيعه لعب يورجن كلوب. فعنده باكين طايرين، هنقول مثلا دول مثلا بيغطوا عليهم، لكن انت لاعب اتنين بيغطوا على مين؟ انت عندك لحمزه المسوسي بيزيد اساسا، ولا بيعرف يدافع ولا يهاجم، وعمر جابر مش عارف ماله، ما بيتحرك. بيقول لك احمد فتحي اللي عنده 40 سنه كان بيجري عنه النهارده. فانت بقول خطته غريبه، والمدرب غير حاضر. والنهارده الحمد لله اكبر دليل على كلام، 120 دقيقه ولا شوط على مرمى احمد الشناوي. وتاني تحيه تحيه للفريق بيراميدز النهارده. انا قلت لكم مش هينجح مع المدرب الجديد باتشيكو، بس النهارده روح برضه يا جماعه، مش معنى ذلك ان انا غيرت كلام. انا بقول لكم بيراميدز على اخر السنه برضه كده، اجمالي السنه هتلاقي فريق زي كل موسم، مفيش تغيرات كتير، حتى لو خد الكاس. برضه انا شايف فريق تصيف المصرف ده كله عشان تاخد بطوله كاس، عايزين نشوفك في الكونفدراليه وفي الدوري. نشوف بيراميدز السنه دي، ما بقول لكم بيراميدز ما تنتظروش منه حاجه السنه دي. بس اللي عجبني فيهم النهارده ان هم لعبوا بروح، زي ما قلت لكم قبل الصبح، لو لعبوا بروح انا بقول لكم انتظروا بيراميدز قدام الزمالك، هيمسكوا كرة عزمكم اعلى فنيا اهو. 22 دقيقة بدون عبد الله السعيد، مصطفى فتحي اللي كان موقوف، وعاملين ماتش ازاي على الزمالك. وايه يا جماعة حلاوة بلاتي توريه ده، بأمانة لعيب تسلم العين اللي جابته تاني. بلاتي توريه ده ايه ده؟ امهر من مصطفى شلبي الوينج بتاع الزمالك، والله كان كورته اعلى منه بكتير، ولاعب نص دفاع مركز ست، بيلعب بواحد بس. انت اللي بتلعب لي بنقول ايه بس؟ بيلعب بامام عاشور ونبيل عباد دونجا، وبيلعب بعمرو السيسي، وتقولي لهم بروفيسير. يا بروفيسير انت نهايتك ان شاء الله ماتش الاهلي. اتغلبت ماتش الاهلي، انا بقول لكم كل سنه وانت طيب على فرقه، ده هيروح. وده والله العظيم انا شايفه مش مصلحه الاهلي ان هو يمشي اساسا، عشان يا ريت يستنى، يا ريت يستنى سنه واتنين. انا شايف مدرب عقيم اساسا ممكن يجي في لعيبه في الزمالك تلعب احسن من كده كوره، بس المدرب يا جماعه، تاني واحد واثنين وثلاثه هو المدرب. مدرب فين نيمار يا جماعه؟ فين نيمار؟ بتلعب عمر جابر والتاني ده مسلوس، ومقعد ازاي السيد عبد الله نيمار ده يعني ده اللي يقع عنهم في كورته بيزيد عن الاثنين دول. بس بقول لكم مدرب ما تعرفش ماله، هي عشان مشت معاه سنه خلاص. حاجه حابب اتكلم فيها بقى، الحاجه الاخيره اللي قلت لكم والله، بخصوص ركله جزاء شيكابالا. والله دي يا جماعه انا قبل ما تلعب قلت هتضيع، لان شيكابالا ده نفس مع احترامي ليه كابتن احمد حسام ميدو في التدريب، هو عباره عن تصريحات حلوه. شيكابالا ده برضو كلام حلو، زمان مش كلام حلو بقى، افيهات مع الجمهور، على طول يعمل اشارات، لكن في الملعب شيكابالا ده تشوف تاريخه تاريخه ايه في الكوره؟ ولا ابيض. هتقولي تاريخ شيكابالا مع المنتخب؟ مفيش. افريقيا ما خدش ولا بطوله افريقيا مع الزمالك، وبنقوله في الاخر اسطوره. يعني فريق لاعب ما خدش بطوله افريقيا نهائي، ولا خد ولا لعب مع المنتخب ليه، ولا اي انجاز مع المنتخب، يبقى اسطوره نادي كبير زي الزمالك ازاي؟ انا مش عارف. والنهارده ما كانش موجود في الملعب، والمباراه اللي فاتت برضه نزل بصه كورتين بس وصام للخصم، الاتنين كانوا لمستهم غلط. ومن الزمالك القدم، من الزمالك السله، يا قلبي لا تحزن. النهارده الزمالك خسر من الاتحاد في دوري السوبر السله 95 71 بفرق 24 بونت، تقريبا نفس المباراه اللي فاتت مع الاهلي، برضه خسروا بالفرق ده، و28 كمان من الاهلي. فالزمالك في جميع الالعاب الفتره دي واقع واقع واقع، ولسه في الطاره الاهلي غلبه 3-1. يعني تقريبا الزمالك هيحسر على الزملكاويه في الايام اللي احنا فيها دي، في جميع الالعاب. ويعمل لك النهارده في السله، والله كان صعبان على الكابتن احمد مرعي، راجل متعود على النجاحات مع الاتحاد، جه يمسك الزمالك بامانه السكواد مش مساعده. والاتحاد بامانه السنه دي يا جماعه من موسم جامد، وعنده فريق جامد. انتظروا نهائي دوري السوبر قوي قوي بين الاهلي والاتحاد. الاهلي والاتحاد السنه دي بينهم نهائي دوري سوبر السله، كل متابعين كره السله انتظروا نهائي تاريخي، فريقين عليهم اعلى سكواد، والفريقين حاضرين، مفيش فريق راكب على التاني بالنسبه لي رايي. ومستر وجست مع الاهلي والمدرب اللي ماسك الاتحاد الاتنين عاملين شغل. فبقول لكم يعني حاجه على السريع كده، انتظروا اللي متابعين كره السله، انتظروا ده نهائي دوري سوبر السله السنه ان شاء الله بين الاهلي والاتحاد. بقول لكم دول هيوصلوا، لو ما قابلوش، لو مش في سكه بعض، وش الاثنين دول هيقابلوا بعض في النهائي، لان مفيش فريق حتى قريب منهم في المستوى، بيفوزوا مبارياتهم كلها فرق سكور على اي فريق. يعني بقول لك الاتحاد النهارده غالب الزمالك فرق 24 بونت. والتاني واخر حاجه حابب اقولها، نهايتك يا فريرة هي مباراة الأهلي، كولر اللي هيحدد نهايتك، تكون بعد ربنا طبعا وإرادة ربنا. بس أنا بقول لك نهايتك ككورة، يعني بكلام الكورة، نهايتك في إيد كولر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.